السلام عليكم، شلون الشباب؟ يقول أحد الفلاسفة الرائعين أدمون بيرك، يقول الطيبون هم السبب الحقيقي وراء دمار العالم. الناس الطيبين هم السبب الحقيقي وراء دمار العالم. زين ليش؟ شو مسوين؟ يقول كل ما هو ضروري لانتصار الشر هو أن لا يفعل الرجال الطيبون شيئا. يعني شلون أنت تشوف عركة بين اثنين وما تتدخل وتفضها تستفحل تتعارك مثلا هي يضربها مثل، فيقول من ما يتدخلون الطيبين وعايفين الشر ماخذ حريته وماخذ راحته ويضرب بكيفه ويفلش بكيفه، هنا انتصر الشر. يعني ضرورة انتصار الشر تحققت، وهي أن الطيبين تنحوا على صفها. هذه إحدى المشاكل هسه احنا بمجتمعنا العراقي، هاي المشكلة أيضا. مثلا أكو نخب صامتة موجودة بالمجتمع العراقي، نخب جميلة جدا بس صامتة ما تتدخل، من تقول يقول لك أنا ينكتل وأنا ولي زين، فيبقى ساكت، فيستفحل دور الرعاة، دور مجتمع القاع، يستفحل يملأ الفراغ، يصير بس هو وبس، يسيطر على مفاصل الحياة، يدمر كل ما هو جميل بهاي الحياة، لأن هذا حاقد معقد مليان أمراض. فالطيبين يا شباب هم ملح كل مجتمع، مو الأشرار. الطيبين، الناس الطيبين هم الناس اللي قدوة بالمجتمع، ووجودهم ينطي نوع من التفاؤل والحياة الجميلة، ويكونون في سبب في تطور هذا المجتمع، سبب في زيادة أعداد الطيبين أيضا، لأن الناس اللي تحتك بهم تتعلم منهم، تتغير طباعها نوعا ما. فمن يسكتون الطيبين الشر يستفحل ويحكم ويسيطر. فهذه إحدى مشاكلنا أيضا. شوف هسه احنا بالشرق الأوسط يمكن غير الغرب لا الطيبين مسيطر، القوانين أصلا تخليك يعني هناك، لكن هنا لا، النخب ساكتة والطيبين ساكتين والكل متناحي، يعني متنحي على صفحة، عايف دول القاعوية أنا أسميهم، اللي انتجوا مجتمع القاع، اللي هم مو بس أشرار على لصوص، على يعني فقراء روحيا، مو شرط يكونوا فقراء ماديا، لأن مو كل الفقراء سيئين. عارفين دول هم يلزمون بكل شيء، عارفين للسياسة، للأمن، للإعلام، للما أدري إيش. مجرد يجي ينظف نفسه ويلبس لك بدلة جديدة وطالع لي بالتلفزيون أو بالهذي ينظر على راسه. البدلة الجديدة والتسريحة ما تصنع منك إنسان نظيف وجديد. إذا أنت بداخلك قذارة ماكو فايدة. فإذا الطيبين يا شباب متنحين. أيضا ليش الأسباب؟ أحيانا يكون الشر عنده قوة هائلة، يعني هذا الإنسان الشرير أو المجموعة الشريرة تمتلك دفاعات متينة قوية جدا، تمتلك إمكانية إيذاء المقابل بطريقة عنيفة، بل مو بس إقصاء من الحياة، يعني مو بس إقصاء من الحياة السياسية وهذا لا، وإنما نقضة بالكامل، ينقضك بالكامل، يخليك تغادر، يعني قتلك، يغتالك. هذه أحد الأسباب اللي المجتمعات اللي تحكم بطريقة شريرة، يعني من يكون سيطرة المجموعات الشريرة عليها، وهاي المجموعات تتمكن من بناء دفاعات مرعبة وتستفيد من بعض الجهلة في حمايتها. هنا احنا السكوت راح يكون يعني إلزامي، ما نقدر نحكي، يعني ما تقدر تحكي. فالناس الطيبين يبتعدون، ينتظرون عسى ولعل أن تجي الفرصة المناسبة حتى يعبرون عن أنفسهم، لأن الروج عالي يا شباب علينا. فهو صح حكاية أدمون بيرك، يقول الطيبين من يتنحون الأشرار يسيطرون. بس إيش مشكلة؟ تعال سولف لي، إذا هاي الأشرار تملك مال الله وعباده، تملك سلاح، تملك القتلة، تملك السفاكين، تملك العاهرات أيضا، مع الاعتذار للمفردة، حتى العاهرة إلهم صارت، فكيف تستطيع أن تواجه هذا؟ كيف يعني؟ شنو؟ ما هي الإمكانية؟ قد يملك دعم دولي أيضا، ماكو غير أنك تنتظر أنه هاي المجموعات الشريرة قد تصاب في لحظة ضعف، أو في لحظة هزيمة، أو في لحظة انهيار، أو في لحظة تآكل بيناتها، يعني مجموعة تأكل مجموعة. ولا من الصعب انه انت تنزل للشارع وتقول يا ابي عيب ما يصير، ما هذا هذا انسان ما يعرف العيب، هذا
هذا جبل على الشر، جبل على السفالة. فالكلمة هي صحيحة، الطيبين تنحوا وهم سبب وراء كل هاي الكوارث. لكن بعض الناس يقول لك انت ليش تحكي على هاي الفترة؟ ليش ما تحكي على الطيبين سابقا؟ لما كانت الفرصة لهم لملء الفراغ سكتوا وسمحوا للأشرار للمجرمين أن هم يملون الفراغ. نعم هنا أنا صح، لأنه يبدو أنه طيبين بيش الفترة إحنا مثلا على مستوى العراق مثلا يمتلكون الثقافة أو الجرأة لملء هذا الفراغ، فسمحوا لمجاميع منحطة أنه تتحكم في مصيرهم وتدخلهم الحروب وحصار والإرهاب وغيره مثل ما يحصل الآن. فإذا يا شباب أحيانا الطيب يعني الظروف ما تسمح له، الظروف أعلى منه أقوى منه، فإما أن يسكت ويتألم وإما أن يغادر بصمت. وما أكثر اللي غادروا بصمت. أنا طفل وأشوف الناس اللي غادروا بصمت، شفتهم شلون غادروا وشلون راحوا، شلون تركوا وطنهم، شلون تركوا مناطقهم، شفت المناطق شلون تضررت وراهم، كانوا مثل أعلى يعني يحتذى. فلما راحوا انهارت المناطق وراهم، يعني ما يعني الواوية تملي الغابة من السباع تروح. فدخلت هاي صارت الناس البائسة حقيقة، يعني هي اللي تحكم وتتحكم بمصير الناس. فإذا يا شباب الخير يقول لك دولة الباطل في ساعة جولة الباطل في ساعة وجولة الحق حتى قيام الساعة. نعم صح، أنا أؤمن بهذا المبدأ، لأنه قد تجي اللحظة فيما بعد الطيبين خلقهم طويل والخير خلقه طويل، الشر خلقه قصير، متمكن ويحكم نعم بس خلقه قصير. لكن تجي اللحظة في يوم ما في مكان ما في لحظة ما أن ينتصر هذا الطيب والطيبين يبرزون من جديد. نعم تكون هواي ناس غادرت الحياة وهواي الدنيا تغيرت، بس يسوي هذا الأمر الواقع اللي مكتوب عليه. يبقى إذن عبارة جاءت أدمون بيرك إنه لما يصير إنه الطيبين يتنحون ويسمحون للأشرار. أنا أقول للشباب وانتم كلكم طيبين وأخلاقكم حلوة، في اللحظة اللي تجيكم لملء الفراغ لا تنتظرون، ينزلوا املي هذا الفراغ، لا تتركه لغيرك. أنت ذيب، لا تخلي الواوي ينبح بمكانك. أنت ذيب، أنت تزأر زمجر، اترك النباح للواوية. الواوية هي اللي راح تبدأ تخرب وتعيث بالأرض فسادا، لا تسمح لها، لأن بهاي اللحظة أنت المفروض تكون قوي، ما يصير تبقى ساكت وساد بابك عليه. فهاي اللحظة اللي إذا صارت مقولة أدمون بيرك تكون أصبحت من الماضي. شكرا جزيلا.